جولتهم القادمة. أهلا بحضراتكم من جديد. كل التوفيق لبعثة النادي الأهلي في تنزانيا بالتوفيق، وكل التوفيق للفرق المصرية المشاركة في البطولة الأفريقية. والأخبارنا الحصرية: الأهلي ينهي ثاني وأهم صفقات الموسم الجديد. قلت لكم من فترة الأخبار دي أنا بقولها على عهدتي أنا، ملهاش علاقة بقى بإدارة الأهلي ولا أنا موجود على شاشة الأهلي. بتعامل يعني كنوع من السبق اللي دايما بقوله معاكم بصفة الصحفية، وده بقى كلام أنا اللي مسؤول بيه والمنوط بيه مش حد تاني. خليني أقول لكم إن النادي الأهلي قلت لكم قبل كده إن في صفقة النادي الأهلي حسمها، صفقة وسط ملعب ديفندر، ودي صفقة كانت مهمة جدا. وقلت لكم لنادي مش جماهيري، أول خط الصعيد، وهنقول عليها بعدين. لكن الصفقة دي هي هتكون صفقة الحديث الموسم الجاي، صفقة الحديث للموسم اللي جاي. لاعب مميز جدا، مميز جدا، هيعمل يعني صفقته للنادي الأهلي الموسم الجاي إن شاء الله هتعمل حالة كبيرة. لاعب بيلعب في أحد الأندية الكبرى، يعني صنفوا كده من أول 3 أندية كبرى في مصر هو بيلعب فيها. بيلعب مع ال5 اللي ورا، بيلعب مع ال5 اللي ورا، ما بين بقى الحارس لل4 اللي موجودين في خط الظهر، بيلعب مع ال5 اللي ورا. وكان موجود في معسكر المنتخب الأخير بنيجيريا. وصفقة هتكون، قلت لكم قبل كده إن في صفقة النادي الأهلي حسمها، صفقة وسط ملعب ديفندر، ودي صفقة كانت مهمة جدا. وقلت لكم لنادي مش جماهيري، أول خط الصعيد، وهنقول عليها بعدين. لكن الصفقة دي هي هتكون جولتهم القادمة. أهلا بحضراتكم من جديد. كل التوفيق لبعثة النادي الأهلي في تنزانيا بالتوفيق، وكل التوفيق للفرق. تكون صفقة الحديث الموسم الجاي، صفقة الحديث للموسم اللي جاي. لاعب مميز جدا، مميز جدا، هيعمل يعني صفقته للنادي الأهلي الموسم المصرية المشاركة في البطولة الأفريقية. والأخبارنا الحصرية: الأهلي ينهي ثاني وأهم صفقات الموسم الجديد. قلت لكم من فترة الأخبار دي أنا بقولها على عهدتي أنا، ملهاش علاقة بقى بإدارة الأهلي ولا أنا موجود على شاشة الأهلي. بتعامل يعني كنوع من السبق اللي دايما بقوله معاكم بصفة الصحفية، وده بقى كلام أنا اللي مسؤول بيه والمنوط بيه مش حد تاني. خليني أقول لكم إن النادي الأهلي